احذر من هالت. ايه هالت دي؟ HALT hungry angry lonely tired، يعني الجوع، الوحدة، تعب، التهيج أو الهياج أو الغضب. دول من الحاجات اللي بترجع الإنسان انتكاس. لما باكل في مواعيد منتظمة وأصوم بمواعيد منتظمة، ده بيدي استقرار وراحة للجسم والجهاز العصبي وللحالة المزاجية. لكن مرات أجوع بشدة، مرات أغضب بشدة، مرات أنعزل وأبقى في وحدة، مرات أبقى تعبان ومرهق، بدور على حاجة تهدي مشاعر الألم دي، فبرجع الانتكاس. فكل ما كانت الحياة روتينية وأكثر انتظاما وماشي بجدول يومي، والكنيسة بتاعتنا بتنظم اليوم، الصبح صلاة باكر، الظهر صلاة إيه، بالليل بنام إزاي، بصحى إزاي، بصوم إمتى، باكل إمتى، يوم الجمعة في قداسي، يوم الأحد خدمات إيه، النظام المنتظم والبرامج المنتظمة وتنظيم الحياة بيقيني من الحاجات والأتعاب دي اللي ممكن توصلني للانتكاس بسهولة. كمان في موقع اسمه Your Brain on Board. الموقع ده من المواقع اللي هي بتاعت التعافي، وفيها زمالة وفيها اجتماعات، ممكن ندخل ونحضر الاجتماعات وناخد إشراف لسكة التعافي بتاعتنا ونحصل على مساعدة، بالإضافة إلى العمل الكنسي والحياة الروحية اللي هي الأساس في كل تعافي وعمل الله في حياتنا الشخصية. ربنا هو اللي يدينا التعافي، له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.